في رمضان احنا متعودين دايما ان احنا بنحاول نحسن من نفسنا بالذات في جانب العبادات، جانب الروحانيات. فدي حاجة اللي احنا متعودين عليها. والحاجة التانية غالبا بتكون حاجة ليها علاقة بالصحة وطريقة أكلنا. اللي احنا عايزين نعمله جديد في رمضان ده ان احنا عايزين نعمل ديتوكس لحاجات جوانا، حاجات زي أفكارنا، زي مشاعرنا، زي العلاقات التوكسيك اللي في حياتنا. عن كل حاجة وجعانا، في حاجات كتير كده جوانا حوالينا، شايفينها شايلينها وتعبانا. عشان كده هنكون معاكم في برنامج توكسيك فري في رمضان علشان نتكلم معاكم أكتر على كل الحاجات السلبية اللي بتكون جوانا. يا دينا، احنا فعلا محتاجين نتخلص ونمسك عن كل ما هو توكسيك في رمضان. ان شاء الله ربنا يقدرنا نعمل كده. اول حاجة محتاجين نعملها جدا ان احنا نشاور على الحاجات التوكسيك اللي في حياتنا ونقول هي دي مش عايزاها تاني خالص خالص. هي دي عايزين نصوم عنها في رمضان. هي دي اللي عايزين نخرج من رمضان واحنا متخلصين منها تماما، سواء بقى فينا، في الناس اللي حوالينا، في العلاقات اللي ما بيننا. كل حاجة من الحاجات دي نحددها ونبقى كده عارفين ومشاورين عليها. هي دي عايزين نغير طريقة حياتنا معاكي وطريقة وجودك في حياتنا أصلا في رمضان، وربنا يقدرنا نعمل كده مع بعض إن شاء الله. هنكون معاكم أسماء إسماعيل ودينا خضر في رمضان في برنامج توكسيك فري في رمضان. تابعونا. خلينا نصوم على كل حاجة وجعانا، في حاجات كتير كده جوانا حوالينا، شايفينها شايلينها وتعبانا.